لو بتدور على شقة في البرتغال أو بتدور على غرفة أو بتدور على استوديو أو أي حاجة لها علاقة بالعقارات يعني ومهتم بالموضوع، كمل بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار عاملين إيه؟ بالنسبة للناس اللي كانت بتسألني وعلى موضوع العقارات إن هم عايزين مثلا عايز ياخد شقة للأسرة، عايز ياخد غرفة، عايز محل يفتح مشروع، عايز اي حاجه لها علاقه بالعقارات يعني، تمام، استوديو، اي حاجه لها علاقه بالعقارات. كان الناس كتير بتسالني عليها وانا كنت بقول لهم للاسف انا ما اعرفش، وحاول تشوف المواقع اللي هي اللي موجوده اللي كلنا عارفينها طبعا، تمام. فبالنسبه لاي حد محتاج اي حاجه ليها علاقه بالعقارات يتواصل معايا. انا هسيب لكم الانستجرام بتاعي على في الديسكريبشن، تمام. بحيث ان اي حد يقدر يتواصل معايا، يعني اقدر اساعده في ان هو يلاقي الحاجه اللي هو بيدور عليها، اذا كان عايز غرفه لوحده او غرفه مع حد او عايز هوستل او عايز استوديو داخل وخارج لشبونه، تمام. فالموضوع حاليا متاح. انا سعيد شويه في الموضوع لان لقيت ان دي اكبر مشاكل الناس، تمام، زي ما كانت اكبر مشكله بالنسبه لي موضوع العقارات. انا عارف ان هو مشكله كبيره جدا هنا، فانا حاولت ان انا اوفره واخليه متاح بالنسبه للناس اللي بتدور على العقارات، وتحديدا عشان بس ما فيش حد يقعد يبعت لي يقول لي طب انا عايز عقد لعقار عشان رايح ابصم، انا بس عايز عقد عشان مش عارف ايه. لا، انا مش بعمل الاوبشن ده، مش موجود ان انا بعمل لحد حاجة عشان بس مصلحة معينة. لا، انا بعمل كسكن. الناس اللي جاية عايزة تعيش فعلا في البرتغال، عايزة تفتح مشروع فعلا، عايز ياخد سكن، عايز يعيش كعيشة آدمية. وما تزعلوش مني، الشخص اللي ما عندوش سيولة مادية او شغل معين يقدر يصرف منه بحيث ان هو يأمن الايجار بتاع العقار اللي هو عايز ياخده، سواء اذا كانت غرفة او استوديو او محل او حاجة، لو ما عندوش حاجة تثبت ان هو بيدخل له سيولة او بيدخل له مدخول عشان يقدر يدفع الايجارات، انا مش هقدر اخدمه في حاجة، لان هيبقى صعب ان انا اتوسط له، لان انا هتوسط عشان ادخل حد ياخد سكن او ياخد شقه او ياخد غرفه او حاجه وباسعار كويسه. فانا طبعا عشان يعني انا ما رضاش حد يحرجني، وانتوا ما ترضوش حد يحرجني، فانا مش هتدخل في حاجه تحرجني يعني، تمام. فاي حد محتاج اي حاجه بالنسبه للموضوع ده يتواصل معايا في الخاص وفي الانستجرام، وانا هسيب لكم الانستجرام. يلا اشوفكم على خير، واستاذنكم اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. سلام عليكم.